شهدت اللغة الكردية العديد من المراحل الهامة في تاريخ انتشارها بين سكان حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، وعلى الرغم من التحديات التي فرضها الحصار والهجمات، فإن الرغبة القوية في تعلم اللغة الكردية كانت العامل الأساسي في إحداث تغيير جذري في مستقبلها، حيث تم افتتاح دورة تدريبية لتعليم اللغة الكردية للمستوى الأول في حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، وذلك في مجلس الشهيدة شيلان الذي يقع في الجزء الشرقي من الحي. وتقام الدورة التعليمية مرة في الأسبوع، وتخضع الدورة 50 متدربة من مختلف المكونات. وبهذا الصدد أشارت المدربة المشرفة على التدريب روجيان محمد إلى أن المتدربات متعاونات جدا معها في اكتساب اللغة وتعلمها، كما أعربت عن شكرها وامتنانها لهن لرغبتهن في تعلم اللغة الكردية. نحن هون عم نتعلم بالأسبوع مرتين دروس لغة كردي من مجلس الشهيدة شيلان كوباني، ولغة سلسة يعني ما عم بنشوف فيها صعوبة. الحمد لله عم نتعلم بسلاسة وبطلاقة. روجان هفتاي شامي يكشان دوشان سيشان